طابت أوقاتكم بكل خير من الفضائية الإريترية. نتقدم بأجمل وأحرى التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. في بداية هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك. استعدادات زراعية في دواروا. ورشة عمل تعليمية في قال نفحي. دياز كانيل يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا. البرلمان الأوروبي يتبنى قانونا جديدا لمكافحة إزالة الغابات. كسوف كلي نادر للشمس فوق مناطق نائية في أستراليا وإندونيسيا. ومن العناوين إلى التفاصيل. احتفلت البلاد اليوم بعيد الفطر المبارك، عاده الله علينا بالخير والبركات. وفي أسمر أدى آلاف من المسلمين صلاة العيد في ساحة الفاتح من سبتمبر. أما سماحة مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار مفتي الديار الإريترية، وأوضح سماحته في خطبة صلاة العيد التي بثت مباشرة عبر الفضائية الإريترية وإذاعة صوت جماهير الإريترية معاني العيد الدينية والإنسانية والاجتماعية. وقال إن المعروف والإحسان ليس خاصا بشهر رمضان، مفصلا كل أنواع الصدقات، ودعا لمساعدة المحتاج والإمساك عن الشر، موضحا بأن هذا اليوم هو يوم المرحمة والمودة وصلة الأرحام والتكافل. وقال سماحة المفتي في الوقت الذي نحتفل فيه بالعيد في دفء الأسرة هنالك المرابطون للزود عن الوطن يفترشون الأرض ويلتحفون السماء. وذكر المسلمون المصلون بأن أعيادنا الدينية تعكس التعاون والاحترام المتبادل، ممجدين قوات الدفاع التي مكنتهم بتضحياتها من الاحتفال بالأعياد بأمان وسلام. حضر المناسبة الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والدبلوماسيين. تقوم مؤسسة المواشي والقلال فرع الحليب بحراسة المزارع بجرارات بأسعار مناسبة في إطار الاستعدادات الزراعية الجارية في مديرية دواروا. وأوضح مسؤول الآليات السيد موسى عمر أن المهام الجارية منذ 13 من مارس تجرى ب10 جرارات بسعر 175 نقفة في الساعة الواحدة. وذكر سائق الجرارات أن العمل يجري بوتيرة عالية لاستجابة طلبات المزارعين المكثفة ومعربين على الارتياح لخدمة الشعب. وشكر المزارعون الدعم الحكومي منادين لمواصلته. عقدت إدارة التعليم في مديرية قال نفحي ورشة عمل لبحث البنى التحتية والعملية التعليمية. وأوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ دانيال سلومون أن الهدف تقييم البنى التحتية وتأثيرها على العملية التعليمية. وقال مسؤول التربية الأستاذ زوانجيل حقوس أن مدارس المديرية لديها مشكلة قدم الفصول والمكتبات والمكاتب ودورات المياه والسور لخدمتها سنوات طويلة. وقدم ورقة بحث للمشاركة الشعبية لسد النواقص. وأكد المشاركون في الورشة على الاستعداد للإيفاء بالمتطلبات لتعزيز مساهمة أولياء الأمور. ودعا مدير مديرية قال نفح السيد محاري يوهنس إدارات الضواحي لبذل الجهد لإنجاح برامج التعليم. اكتملت في مدينة كرن الاستعدادات لتنظيم معرض الكتاب بهدف تطوير وترسيخ ثقافة القراءة خاصة لدى الطلاب والشباب. وأوضح رئيس اللجنة المنسقة للمعرض السيد النور همد أن المعرض الذي ينظم بتعاون الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ووزارة التعليم سيجرى من 27 وحتى 30 من إبريل. وقال إن المعرض ينظم للمرة الثانية هذه السنة معرضا عن ثقته لتقديم محتوى جيد لاستفادة من التجربة السابقة والتوعية التي جرت في المديريات.
وأشار إلى أن البرنامج يشمل بيع الكتب وعرض الكتب والمكتبات منتجاتها وعقد سيمينارات حول فائدة القراءة. وكان المعرض الأول قد عقد في مدينة كرن من السادس حتى الثامن من مايو لعام 2022. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. فاز الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بلا مفاجآت بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، وذلك في تصويت برلماني. وتأكد فوز دياز كانيل وفقا لوكالة أنباء ICN الكوبية بعدما نال تأييد 97.66% من الأصوات في الجمعية الوطنية، وفق ما أعلن استيبيان لاسو رئيس الغرفة التي تضم 470 عضوا. ودياز كانيل يتولى منصب السكرتير الأول في الحزب الشيوعي الكوبي منذ العام 2021، وهو أول مدني تولى السلطة في البلاد في العام 2018 خلفا لراؤول كاسترو. وبحسب الدستور الكوبي يمكن للرئيس تولي ولايتين متتاليتين، وبعد ذلك لا يمكنه تولي المنصب مرة أخرى. تبنى البرلمان الأوروبي قانونا جديدا لمكافحة إزالة القابات في العالم. وجاء على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي أن مساحة أكبر من مساحة الاتحاد الأوروبي قد فقدت ما بين 1990 و 2020 بسبب إزالة القابات. ويلزم القانون الجديد الشركات بضمان أن لا تؤدي المنتجات المباعة داخل الاتحاد الأوروبي إلى إزالة القابات أو تدهورها، وذلك بهدف مكافحة تغيير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي. كما تبنى البرلمان الأوروبي تعريف أوسع لتدهور القابات ليشمل تحويل القابات الأولية أو تجديد القابات بشكل طبيعي إلى قابات مزروعة أو أراضي مشجرة. وقد تم تبني القانون الجديد بأغلبية 552 صوتا مقابل 44 صوتا، إلى جانب امتناع 43 صوتا عن التصويت. شهدت مناطق من النصف الشرقي للكرة الأرضية كسوفا كليا نادرا للشمس، هو الأول في عام 2023، يسمى كسوف الشمس الهجين. وكان مرئيا في جزيرة إكسماوز وجزيرة بارو في غرب أستراليا، والمناطق الشرقية من تيمور الشرقية وبابوا الغربية في أندونيسيا. وشهدت حلقة من النار في غرب أستراليا بينما كانت الشمس تطل من خلف القمر. ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الشمس والأرض ويكونان بنفس الحجم تقريبا في السماء. وتقع مثل هذه الأحداث السماوية مرة واحدة كل عقد تقريبا، كان آخرها عام 2013. تسلق أحد ممارسي رياضة التسلق الحر والمعروف باسم سبايدر مان الفرنسي الرجل العنكبوت ناطح السحاب بارتفاع 160 مترا في حي الأعمال لدوفنوس في باريس، تعبيرا عن احتجاجه على إصلاح قانون التقاعد في البلاد. وللمفارقة كان آلان روبر على وشك أن تسلق 38 طابقا دون أي معدات، مستخدما يديه العاريتين وحذاء تسلق فقط، حين نصح الرئيس إيمانويل ماكرون بأن ينزل إلى الأرض. وتسلق روبر أكثر من 150 مبنى شاهق الارتفاع في أنحاء العالم، من بينها برج خليفة في دبي وهو أطول مبنى في العالم، بالإضافة إلى برج إيفل وجسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو.
تذكير بأهم العناوين مرة أخرى. البلاد تحتفل بعيد الفطر المبارك. استعدادات زراعية في دباروا. ورشة عمل تعليمية في قال نفحي. دياز كانيل يفوز بولاية رئاسية ثانية في كوبا. البرلمان الأوروبي يتبنى قانونا جديدا لمكافحة إزالة الغابات. كسوف كلي نادر للشمس فوق مناطق نائية في أستراليا وأندونيسيا. انتهت النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وفي أمان الله.